السلام عليكم. طفلة صغيرة لسه جاية لي من شوية، باباها ومامتها بيقولوا لي يا دكتور جالها حوالي 6 أو 7 مرات كيس دهني. أول ما سمعت الكلمة دي جه في دماغي حاجة واحدة بس. الشاطر اللي هيخمنها قبل ما أقولها. اللي خمن إن هقول ضعف نظر شاطر قوي. طيب أنا لما عملت لها قياس النظر لقيت عندها المقاسات دي. طب إيه العلاقة أساسا ما بين ضعف النظر والتهابات العين المتكررة؟ خليني أقول لك. هو أولا أنا سألت باباها ومامتها هي بتعمل بعينيها كده، قالوا لي خلي بالك اللي عنده استجماتيزم، اللي عنده طول نظر، اللي عنده قصر نظر، ممكن الطفل يحاول عينيه ان هي تصلح الموضوع ده عن طريق ان هو بيعمل كده اللي احنا بنسميها فراوننج، او احنا في مصر بنسميها انه بيزر على عينه، بيضغط على عينه عشان يعمل كده. الحركة المتكررة دي بتؤدي ان الغدة الدهنية تتأثر اللي موجودة في الجفن، وده بيؤدي مع تكرار الموضوع مش من الاول طبعا ان يحصل تغير في الوظيفة والافرازات بتاعة الغدة الدهنية، فيجي التهابات جفن. مش معنى كده ان كل طفل عنده كيس دهني متكرر ان هو عنده ضعف نظر، او العكس، مش معنى كده ان كل واحد عنده ضعف نظر لازم هيجيله التهابات في عينيه. احنا بنقول لما يجي التهابات متكررة في طفل صغير لازم، او دموع او الحركة دي، لازم نستبعد وجود ضعف نظر. ده في الاطفال الصغيرين. لما يجي كيس دهني متكرر والتهابات متكررة في حد كبير لازم استبعد وجود سكر. وزي ما وريتكم بقى قبل كده كتير، احنا دلوقتي المقاسات اهي طول نظر مع استجماتيزم، يعني معنى كده ان احنا ممكن نحط قطر التوسيع وهيطلع لنا المقاس كامل بعد ما نحط القطرة بتاعتنا. انا كتبت لهم علاج الكيس الدهني لان عينيها مؤلمة ووجعاها دلوقتي، وان شاء الله في المتابعة هنشوف هي محتاجة نضارة ولا لا. خلي بالكم لو هي محتاجة نضارة ولقينا المقاسات بتاعتها كبيرة ومستدعية، ممكن جدا الاكياس الدهنية دي ما تجيش مرة تانية بعد ما نعالجها بنجاح ان شاء الله. دي نقطة إكلينيكية لكل الشباب الصغيرين، شباب الدكاترة، وتوعية للمرضى اللي ولادهم بيجي لهم التهابات متكررة. شكرا جزيلا، وأشوفكم في فيديوهات تانية. دكتور محمد جودة، مع السلامة. ده كان جزء من فيديو أنا نشرته على تيك توك، تابعني هناك عشان يعني لسه هناك في خير شوية، في مشاهدات، في تساؤلات أقدر أرد عليك مباشرة، على عكس اليوتيوب يعني تقريبا القناة بتحتضر. فيعني لو انت بتحبني طبعا، انا بحبك وبقدر ان انت خصصت جزء من وقتك عشان تتفرج علينا، بس مفيش مانع لو انت مهتم بموضوعات عن طب وجراحة العيون شرفنا في قناة دكتور محمد جودة دكتور العيون على تيك توك، وهناك بنجاوب وبنعمل بث مباشر وبنرد على كل الأسئلة. شكرا جزيلا ومع السلامة. 10 دقايق بس، هو ده كل اللي انت محتاجه عشان تشوف الدنيا من جديد. الليزك بقى في 10 دقايق. احجز النهاردة مع دكتور محمد جودة جراح العيون والليزك، واحصل على خصم خاص.